طمنيني على حالة زوجتي. والله ما أخفيك، حالتها صعبة وكل يوم تسوء عن الأول. لا حول ولا قوة إلا بالله. الاسم الكريم يا دكتور. أفنان. حشد الأسامي. أنا أخوك أحمد. الإنسانة هذه قطعة من قلبي، ما أقدر أستغني عنها. أنا أقدس الحياة الزوجية، أولادها يموتون فيها. هي كانت شايلة البيت على راسها، وأنا قاعد أساعدها في كل كبيرة وصغيرة. عشان كذا أنا ما أرضى إن يجيها أي شيء. تكفى تشوف لي أي حل طبي يا دكتور. والله أخوي أحمد، يعني مع الأسف أنت شايف الحالة والتقارير تثبت إن وضعها صعب وحرج. إنا لله وإنا إليه راجعون. على فكرة اسمي يجنن على لسانك. عموما يا دكتورة، أنا مستعد أضحي بنفسي، أضحي بكل ما أملك عشان حياة هذه الإنسانة. أنا مستعد أحرق طيارة خاصة إذا كان الموضوع يستدعي. تكفين يا دكتورة. والله لو بيدي شيء كان ما ترددت، بس مثل ما أنت شايف حالتها تسوء يوم بعد يوم. هذا من طيب أصلك، هذا ندل على شيء، دل على ذوقك. تكفين يا دكتورة. البنت هذه عندها أولاد من يربيهم. أنا اللي راح أتورط، أنا اللي راح أشيل الهم والغم، ومضطر إني أخليهم يعيشون عند أمي. البيت كبير جدا، فلتي مساحتها 800 على شارعين. من يعيش فيها؟ أعيش فيها لوحدي. أنت خلي إيمانك بربنا كبير، وإن شاء الله أنها تقوم بالسلامة. قولي آمين. يا رب آمين. قولي آمين. آمين. الله يحفظك من كل شر. احنا نفتخر فيكم كدكتورات سعوديات. شوفي يا دكتورة، أنا بصراحة بعترف لك بشيء. هذه الإنسانة قطعة من قلبي وما أقدر أستغني عنها. الآن أعطيني الحل النهائي. وش وضعها؟ وضعها صعب، قلت لك يعني زوجتك دخلت غيبوبة طويلة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت قل لا إله إلا الله وإن شاء الله أنها تزين. آمين يا رب العالمين. أنا كنت شنو مقطع قلبي. الإنسانة هذه عمرها 36 بس، أكبر مني ب3 سنين، يعني ماكسيموم. 3 أطفال أنا وين أوديهم؟ أنا مضطر أوديهم عند ماما، لازم تربيهم ماما. أنا ما أثق في أحد. مش أفريقي يا دكتور، مش أفريقي، وضغطي ارتفع. ما عندكم شيء ينشرب؟ لا هذا لا ما يحتاج. لا ايش فيك؟ هذا مغذي. ايش فيك للمريض؟ غذيني. شوفي نبضات قلبي، شوفي نبضات قلبي، شوفي. أول شيء عمري 26، ثانيا ذا كذاب وداشر، ولا طيارة خاصة ولا حتى سيكل عنده. 3 أمه مطلقة وعايشة مع رجال غير أبوه، وهذا الكذاب ولا عرف